ابويا ضغط عليا وهو سبب مشاكلي في الحياه كلها، بيراقبني ومش واثق فيا، دايما يقول لي ذاكر واشتغل او اعمل اي حاجه، وحسسني اني عالة عليه، بيقعد ينصحني وخلاص، وانا من جوايا بيبقى عايز اقول له خلاص يا حاج عرفنا قصصك القديمه بتاعت جيلكو دي خلاص. بص يا صاحبي، عايزك تتخيل معايا واحد غلط غلطات كتير قوي وعاش تجارب كتير وبيتفشخ كل يوم في الشغل، مضحي بصحته مضحي بنومه. ده معظم الابهات، ممكن يبقى جعان وبياكل اي حاجه عشان يوفر فلوس درسك، بيشتغل رغم المشاكل، ما بيعتمدش على مشاعره، بيشتغل رغم الضغوطات اللي عليه في الشغل وفي البيت. كل ده مهما كانت الطريقه اللي بيعاملك بيها عشانك انت. فخدها قاعده، هو بيحبك، كل الناس عايزه تبقى احسن منك، بس ابوك هو الشخص الوحيد اللي مش هيقبل غير ان انت تكون احسن منه، ومش هيهدى غير لما تبقى احسن منه. فضغط ابوك عليك او خوف ابوك عليك ممكن يبقى مضايقك عشان هو مؤفر قوي. كل اللي بيعمله لك ده وطالب منك طلب واحد، انك حتى تجيب درجات حلوه، انك تشتغل كويس، انك حتى ما تقلش ادبك عليه، انك حتى ما تشربش سجاير قدامه، انك ما تعليش صوتك، انك حتى يا عم تجيب درجات حلوه دي مش عارف تعملها. فكل ده وجاي تسالني السؤال ده، انت ما اثبتلوش انك حاجه، انت ما اثبتلوش انك راجل قد المسؤوليه مش تبع مشاعرك، او حتى قادر تساعد نفسك، ورينك قد